سميتي مهدي، خبير في العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية. في 20 عام الأخرى المغرب تبدل بزاف. التكنولوجيا دخلات كل دار، والسمارت فون ولاو جزء من حياتنا اليومية، ولكن في وسط هاد التغير الكبير بان واحد الصراع جديد، صراع بين واحد جوج الأجيال. واحد تربى على القيم والتقاليد اللي هو كيمثل والدينا، وواحد كيعيش واحد العالم رقمي مفتوح على كل شيء. الجيل اللي تربى على القيم كيبغيو الجيل الرقمي يبقاو محترمين متشبتين بالحشمه وصلة الرحم. كل مراهق اليوم كيشوف راسو حر، كيقول علاش لا كاملين كيديروا بحال هكا، من اللباس للتشويكه للصحاب للاراء ديال الناس اللي كنخالطوهم. كل حاجه ولات كتجي من الانترنت. تيك توك، انستغرام، لي زانفلونسور ولاو عندهم تاثير كثار من المدرسه وكثار من الاسره والدار. المشكل ماشي في التكنولوجيا، ولكن في كيفاش كنتعاملوا معاها. المنع ما كيبقاش كينفع، حيت المراهق يقدر يدير كلشي في الخفاء. دابا شنو هو الحل؟ الحوار كمثال. الحوار خاص الاسره تفهم شنو كيجذب المراهق لهاد المواقع، والمراهق خصو يسمع لوالديه بلا ما يحس انه ضده ولا انهم ما فاهمينش العاصه. تكون ثقافه الحوار بيناتهم. اليوم بزاف ديال الاسر كتعاني من العزله الرقميه، كل واحد شاد تليفونه. الاب كيغني كيبغي يهضر مع ولدو، كيلقاه مركز على على الاكرون ديالو. الام كتبغي تهضر مع بنتها، تلقاها غارقه في انستغرام كتصور تيك توك. لي ريزو سوسيو دابا ما بقاتش غير وسيله ديال الترفيه، ولات محرك كبير في المجتمع. في القضايا ديال غلاء المعيشه، بزاف ديال الفيديوهات حركات المشاعر ديال المغاربه كاملين مؤخرا. وناخذ كمثال الاحتجاج ديال جينيراسيون زيد مؤخرا. التكنولوجيا ما خصهاش تكون عدو الاسره، ولا تكون سبب في القطيعه بين الاباء والابناء. خصها تولي جسر ديال التفاهم والثقه. السر ماشي في المراقبه، السر هو الثقه والتواصل والحب. التكنولوجيا كتقربنا إلا عرفنا كيفاش نعيشوها بذكاء ونخدموها بلا ما نتضروا منها.